أنا مع ما يقرره الشعب السوري. إذا الشعب السوري أسقط النظام طبعا نحن نؤيد ما يقرره الشعب السوري. هل تؤيد إسقاط النظام السوري على الطريقة العراقية بمعنى ما حصل في عام 2003 بتدخل عسكري خارجي؟ والله ما حصل في العراق، أنا ما حصل لنا لا أستطيع أن أنكره للآخرين يعني، بس الشعب السوري هو الذي يقرر. إذا قرر أنه تدخل بالنسبة لي هي مو مشكلتي. ما الصيغة التي يقرر بها الشعب السوري برأيك؟ يعني تحدثت عن أن بداية الربيع العربي كانت في عام 1991 وقمعت والذين قاموا الآن. لذلك أنا أقول الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر مصيره. أنا في تصوري في سوريا وفي أي بلد آخر يجب أن يكون البديل ديمقراطي. إذا بديل ديمقراطي يؤمن حقوق كل المواطنين وكل القوميات والأديان والمذاهب فبدون شك يعني هو سيكون التغيير المفضل. أما إذا كان تغيير غامض ومجهول طبعا هذا موضوع آخر. هل ما ترصده الآن في سوريا يقول لك أن التغيير قد يؤدي إلى نظام ديمقراطي أم لا؟ الحقيقة بالنسبة لي مجهول يعني مو واضح، في غموض كبير. نعم. هناك كثيرون في المعارضة السورية يتهمونك السيد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني بأنك تحول دون انخراط فعلي لأكراد سوريا في الانتفاضة ضد النظام السوري. هل وصلتك مثل هذه الاتهامات؟ لا أبدا، بالعكس نحن سهلنا لإخواننا الكرد في سوريا أن يعقدوا مؤتمر في أربيل وشجعناهم على أن يستفيدوا من هذه الفرصة لنيل حقوقهم. لكن المعارضة السورية لا تعترف بحق الشعب الكردي في سوريا. طبعا الكرد لا يلتحقون بمعارضة لا تعترف بهم، ومع ذلك هم يقررون. إذا هم قرروا التعاون مع المعارضة فنحن نبارك لهم خطوتهم. ويقال إنك قلت لهم فلتدعوا النظام يسقط وحينما يسقط سيأتي الجميع إليكم لأكراد سوريا. لن نسمح لكرد يترك لأنه هي أرض كردية وشعب كردي موجود هناك، لا نسمح لهم بمغادرة أرضهم ووطنهم والمجيء إلينا. لا، المقصود أنهم فليسقط النظام السوري ولا تنخرطوا الآن في الانتفاضة ضده، وحينما يسقط سيكون البديل بحاجة إليكم فأبقوا على الحياد. حقيقة هذا غير صحيح. أنا قلت لهم أنتم تقررون مصيركم، أنتم تقررون مع من تتحالفون، مع من تتحدثون، لكن المطلوب منكم أن تكونوا موحدين وأن يكون خطابكم واضح وأن يكون هناك اعتراف بحق الشعب الكردي في سوريا. إذا تم الاعتراف بحق الشعب الكردي في سوريا تنصحهم أن تكون أولويتهم سورية أم كردية؟ هو كردي سوري ومو سوري كردي. الأكراد أولا طبعا. وفي العراق أنتم أيضا الأكراد أولا طبعا. هل تجد التجربة في العراق تناقض نوعا ما مسألة المواطنة؟ يعني هل هناك تناقض بين تقديم كرديتكم على عراقيتكم؟ يا أخي نحن أمة مختلفة، تعرف هو اتحاد اختياري. هويتنا الوطنية عراقية لكن هويتي القومية كردية. ما علاقتكم بإيران؟ يعني في هذه الأيام كان هناك السيد نجرفان برزاني موجودا في طهران، هل هناك وساطة؟ هل هناك طلب لوساطة إيرانية مع المالكي؟ طبعا إيران دولة مهمة وجارة بالنسبة لنا، نحن دائما نتطلع إلى علاقات طبيعية وجيدة مع إيران، لكن لإيران لها سياستها ونحن لنا سياستنا. نتفق في بعض الأحيان، ربما نختلف في بعض الأحيان، لكن في كل الأحوال يجب أن تكون العلاقات مع إيران علاقات صداقة وتعاون وفق مصالح مشتركة. نعم. العلاقة مع تركيا أيضا باختصار. أيضا العلاقة مع تركيا أيضا علاقة جيدة الآن وفي تطور. نعم. عودا إلى موضوع الانتقادات لك بأنك ربما أرسلت إشارات سلبية إلى المالكي عدم حضورك قمة بغداد حينما كان هناك حدث تاريخي في بغداد، كنت في بلغاريا، هل هي رسالة؟ لا أبدا. أولا الحقيقة لم تكن مهمتي يعني ولم تصلني الدعوة إلا في يوم 28 بالشهر، اليوم اللي غادرت كردستان.
الدعوة لحضور المؤتمر. ربما اعتبروك من أهل البيت، يعني ممكن ليس بحاجة لا بس يعني أيضا ما أريد أكون فضولي يعني أروح من بالعكس، بغداد هي عاصمتي ولا أحد يستطيع أن يمنعني من زيارة بغداد والحضور في بغداد والمشاركة في مؤتمرات اللي تعقد في بغداد. لكن في الحقيقة كان هناك إخوة آخرين مسؤوليتهم المشاركة في هذا المؤتمر ولم تكن مسؤوليتي. كنت سعيدا بقمة بغداد؟ انعقاد المؤتمر في بغداد كانت خطوة إيجابية والحمد لله عادوا بسلام إلى بلدانهم. هذا بسبب الخطة الأمنية التي يشرف عليها رئيس الوزراء الذي يملك كل هذه الصلاحيات. 100,000 جندي حموا المنطقة، إن شاء الله مع 100,000 جندي تصور تصير. بس هل ممكن لكل مؤتمر تصير كل هذه التحشيدات العسكرية والإجراءات الأمنية؟ المهم أنه رجعوا بسلام الحمد لله يعني. الحمد لله. العلاقة مع تركيا، هل هناك قلق من أن تصريحاتكم في شأن البشرى بالدولة، البشرى التي كنتم ستعلنونها، قد تصير نوع من القلق؟ لا أبدا، أنا واضح مع الأتراك، مع الإيرانيين، مع كل مع العالم يعني. في الشعب الكردي طبعا هو يعني تطلعاته، هو من حقه أن ينتظر أن تكون عنده دولة. لكن هذه التطلعات يجب أن تنسجم مع الواقع، يجب أن يأتي الوقت المناسب. فالكل كانوا يطالبوني أنه أنا أعلن هذا الشيء في نوروز. قلت لهم أن هذه بشرى سوف تأتي ولكن في الوقت المناسب. الوقت المناسب هذه السنة القادمة، بعد 10 سنوات، لكن لابد أن يتحقق هذا الهدف. قبل ذلك حينما تحدثت عن البشرى فهم وكأنك تريد إعلانها. لا أبدا، يعني هو أنا قلت أنه أنتم انتظرتوا بشرى في هذا اليوم، هذا البشرى سوف يأتيكم ولكن في الوقت المناسب. نعم. هل تعتقد أن تركيا، سوريا، إيران تسمح بإقامة دولة كردية؟ يا أخي تركيا كانت تمنع يلبس ملابس كردية، تمنع التكلم باللغة الكردية، تمنع التحدث باللغة الكردية، تمنع أن الإشارة إلى أي شيء يخص الشعب الكردي. الآن رئيس وزراء تركيا في السنة الماضية جاء إلى أربيل وفي خطاب علني أمام كل وسائل الإعلام يقول: ولا ذلك اليوم الذي كان ينكر فيه وجود الشعب الكردي. هذا تطور كبير في تركيا. نعم. هل أنتم تلزمون مع الأتراك مواجهة حزب العمال الكردستاني؟ لا، نحن نعتقد أن حل هذه المشكلة يجب أن يكون بالطرق السلمية. الحل العسكري هو ليس حل، لذلك نحن مستعدون أن نبذل كل الجهود من أجل إيجاد حل سلمي لهذه القضية وإنهاء هذه القضية بشكل كامل. نعم. السؤال الأخير، عودة إلى موضوع الزيارة، هل واشنطن ستتوسط وتدعم أي توجهات للمصالحة في العراق؟ واشنطن مهتمة جدا وتدعم كل جهود تؤدي إلى إصلاح الوضع في العراق. هل هناك أزمة طائفية في العراق؟ يعني هل أنت تشاطر بعض القادة السنة القول أن هناك نوع من التهميش لهم؟ أتمنى أن لا يكون ذلك، لكن الواقع نعم هناك تهميش للسنة في العراق. في أزمة طائفية، في مشكلة طائفية. هي مشكلة في العراق أم أنها ذات امتدادات إقليمية؟ والله مع الأسف يعني يبدو كأنها تأخذ امتدادات إقليمية. يعني خيار الحرب وارد، عودة الحرب في العراق. سوف نبذل كل الجهود أن لا يكون هناك حرب، وهذا دمار تدمير للكل. قلتم في مقابلة معي يعني قبل سنوات أنكم ستحاربون من أجل المادة 140 ومن أجل كركوك وكل هذه التفاصيل. هل إذا يئستم من الحل ومن الاعتراف بهذه المسائل ستحاربون؟ دعنا نتمنى أن لا نتحدث عن الحرب. إن شاء الله لا نضطر إلى اللجوء إلى الحرب. شكرا جزيلا لك السيد مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق على هذا اللقاء. شكرا مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة من ساعة حرة. إلى اللقاء.